الكثير من الناس الإخوان ملي كيبغيو يشريو شقة كيحيروا دائما في هذوك المصاريف اللي كيتزادوا عليهم واللي كيتسموا بالرسوم العقارية. يعني ماشي الثمن الأصلي ديال الشقة، ولكن هذوك الرسوم اللي كيتزادوا فوق من الثمن. هاد الفيديو هذا غنوضح لكم مزيان الفرق بين الرسوم اللي كتكون في واحد الشقة اللي هي كتشريها جديدة من عند المناقش العقاري، وكذلك الشقة اللي كتشريها مستعملة، يعني كتشريها من عند واحد الشخص اللي كان المالك ديالها. دونك هنا غناخدو واحد المثال ديال شقة اللي فيها 100 مليون سنتيم، يعني شقة شريتها ب100 مليون سنتيم سواء من عند المنعش العقاري ولا عند المالك. هنا غندوزو أول حاجة واجبات التسجيل اللي كتبلغ 4% ديال شقة ديال 100 مليون، يعني كتعطينا 40,000 درهم، وبالنسبة للشقة المستعملة 40,000 درهم. وهنا خصنا ناخدو بعين الاعتبار إلا كانت الثمن المرجعي مثلا راه كتبدل هنا قد ترتفع حسب المرجعية. وغناخدو كذلك المحافظة العقارية اللي كتبلغ 1.5% اللي هي 15,000 درهم زائد 200 درهم. نفس الشيء بالنسبة للشقة المستعملة 15,000 درهم زائد 200 درهم. أتعاب الموثق 1.25% زائد TVA حوالي 13,750 درهم بالنسبة للشقة ديال المنعش العقاري. وكذلك نفس الثمن بالنسبة للشقة المستعملة. أتعاب الوكالة العقارية هنا فين كيبدا عندنا التغيير. بالنسبة للشقة الجديدة كتكون فيها 0 درهم، علاش؟ حيت هنا كنتعاملو مباشرة مع المنعش العقاري وما كنستعملوش مثلا سمسار ولا وكالة عقارية. بالنسبة للشقة المستعملة إلا شدينا وضربنا الثمن الإجمالي 2.5% زائد TVA كتعطينا تقريبا 30,000 درهم. هنا مصاريف إضافية بحال السنديك العدادات ديال الماء والكهرباء حوالي 8,000 درهم بالنسبة للشقة الجديدة، وبالنسبة للشقة المستعملة 0 درهم. علاش؟ لأن هاد العدادات وهاد المصاريف هادو كتكون ديجا عند المالك السابق، فانت فقط كتغير الاسم ديالك وكيكون واحد الرسوم اللي هي بسيطة. هنا شفنا المجموع التقريبي ديال المصاريف غنلقاو 76,000 درهم و950 بالنسبة للشقة الجديدة اللي كتاخدها عند منعش عقاري واللي كتبلغ لنا تقريبا 7.7% من الثمن الإجمالي ديال الشقة. أما إلا مشينا للشقة المستعملة فكنلقاوها 98,950 درهم اللي هي 9.9% من ثمن الشقة. وهنا كنلاحظو الإخوان بين المقارنة ديال المصاريف بين الشقة الجديدة والشقة المستعملة، أن الشقة المستعملة كتقام علينا المصاريف الإضافية ديالها أكثر من الشقة الجديدة. وهنا الإخوان خصنا نشيرو لواحد الملاحظة، أن هاد المصاريف هادو ما كتشملش مصاريف القرض البنكي إلا كنتي واخد واحد القرض من عند البنك. دونك فيها غير المصاريف ديال التسجيل، المحافظة العقارية، الموثق، وأتعاب الوكالة العقارية، ومصاريف إضافية ديال السنديك والعداد. دونك الإخوان كان هذا هو الفرق ولا المقارنة بين أنك تشري شقة جديدة وتشري شقة مستعملة فيما يخص المصاريف اللي كتكون إضافية لهذاك المبلغ اللي نتا كتشري به. يمكن لكم هنا تاخدو مثلا الثمن ديال الشقة ديالكم اللي غتشريو بها وتطبقوا عليها هاد النسب هادو باش تعطيكم الثمن المرجعي ديالكم. لأن حنا خدينا شقة ب100 مليون، كل ما كانت شقة مثلا الثمن ديالها أقل كل ما كانوا المصاريف أقل. متنساوش تقول لنا في الكومونتير شنو الرأي ديالكم في هذا الشيء، وبشحال تقاموا عليكم المصاريف، ولا بشحال حسبتوا المصاريف اللي غيتقاموا عليكم في الشقق اللي بغيتو تشريوها. السلام عليكم.